يا جريمة تهز المشاعر ما لها شافع وغافر زلزلة بغايب وحاضر والجند عام بحراره وقعه سابقه ما عرفها مجتمع بالإخاء عامر دبرتها نادى الغدر والإجرام وانفاس غداره باب بيت الله الشيخ عبد الدايم اغتيل وتحاصر واصغر ابناه ذي عمره 11 سنة كان بجواره ضغطت هايدي الغدر بعد الفرض بالقتل يا ساتر ما ضاعوا حرمة المسجد ولا حرمة له وزواره والله انها جريمة تخلي الدم ذي في العرق فاير قهر باطن وظاهر على مقتل رجل قال وانظاره كان خير مبادر لفعل الخير في الناس وانثابر شيخ معروف بإصلاح ذات البنت تشهد له أدواره بالوفا والصفا والنقا والطب قد عاش لآخر يوم وتخبروا عن حياة الشيخ تأتيكم أخباره عمل الناس بأخلاقه السمحة وبإحسانه الوافر رحمك الله يا شيخ عبد الدايم وجنبك ناره ما تضيع الدمعات وراها قوم توقف وتتضافر تاخذ السن بالسن والمجرم تجازيه بوزاره سود الله وجه شمته ولا غايب وحاضر من شمت في مصايب جاوره صابه الله في داره جبهة التاريخ سجل يا ثمن يا باطل من فعلة القام الرعا أهل الضلالة والوضاعة والخوان أقوى مما تعرف سوى درب الخداع من بادروا للمكر في وقت المحن ما هم أبد قد المعارك والنزاع ابن الضلال المائلة كان الزمن في ثاني يوم العيد ميعاد الضبع بث صمام الحقد في الشيخ الفاطن القايد المقدام والفذ الشجاع الشيخ ابو مالك ابانا والوطن الليلة اعلان الولا والاتباع من بعد ما ادى الفريضة والسنن في صحن بيت الله جاء الابتداع سال الدماء كالساق يا شيخي علان يا حرقة تقبل لا تنكثر كنت الاب المعطاء ما صابك وهان كنت الذي له قدر عالي وارتفع ابو عقل الشاه من الحد الرصين لك بسبيل الحق قوة واندفع لك بسبيل الحق قوة واندفاع حبيت للفزعة بروحك والبدن يشفيك ربي ما نرى فيك الوداع ريان قدامنا الجماجم والكفن والحق في دين الرجال ما يباع بالدم بنغسل قراهم والمدن نذر علينا ما نرد الصاع نجد الثام منها ولو بغنا ثمن فيهم تضيق